جمهور قناة نبيل كوتشينج في الوطن العربي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مبروك المنتخب المغربي تأهله للدور الربع نصف النهائي المربع الذهبي من البطولة العربية للأمم، وهارد لاك للمنتخب السوري اللي قدم مستوى محترم، ولكنه اليوم انسحب أمام منتخب أسود الأطلس في هذه المسابقة. المنتخب السوري بطبيعة الحال لا يجب أن يخجل من هذه الخسارة. المنتخب السوري قدم مستوى ممتاز، ولكن كانت هناك اليوم هينات وراء الخسارة ربما يتحمل بعضها المدرب، اللي كثيرا ما شكرته واللي كثيرا ما أبديت معنى إعجابي به بخصاله المدرب الإسباني خوسي لانا. ولكن هذا لا يعني أنه اليوم أخطأ، أنه مدرب سيء، بالعكس يبقى مدرب محترم، وهو حسب رأيي سيكون نقطة تحول كبيرة في كرة القدم السورية بإذن الله لو يواصل مشروعه الفني اللي يقوم به. بالنسبة للبارح تحدثنا في الحلقة نتاع الفارطة على المباراة هذه، وقلنا أن هي ستكون ما بين الفنيات المغربية والصمود السوري، ولكن هنالك عديد النقاط خلت المباراة تأخذ السيناريو اللي أخذته اليوم. غياب عمر خريبين من الجانب السوري، غياب بعض اللاعبين المؤثرين في المنتخب المغربي وخاصة قلب الهجوم، هذا الكل خلانا نحس أن المباراة تقريبا تدور بدون مخالب هجومية خاصة في الشوط الأول. السؤال اللي يفرض نفسه: ما هي النقطة التي جعلت المغرب تكون له كلمة الفصل في هذه المباراة ويبصم على تأهله للدور القادم؟ وما هي أسباب خسارة المنتخب السوري؟ خلينا نبدأ بالمنتخب السوري، خاصة وأنه أغلب المتابعين لهذه القناة هم من الأخوة السوريين وينتظروا أكيد هذا التحليل. قلت أن المنتخب المغربي قوته الأساسية تكمن في أنه يدخل مباراة برتم عالي ويفرض نسق معين في الشوط الأول، نسق هجومي، ويحاول يأخذ نصيبه منذ البدايات. وقلت أنه نقطة قوة المنتخب السوري في الدفاع تكمن أنه في الشوط الأول عنده قدرة على تحمل الضغط، وفي الشوط الثاني يحاول أنه يسرق أو يخطف المباراة من الخصوم متاعه بفضل الهجمات السريعة أو المرتدات. ما الذي كان ينقص المنتخب السوري اليوم؟ الناس كل طبعا ستقول عمر خريبين، هذا شيء مؤكد. اليوم عمر خريبين كان حلقة مفقودة بالنسبة للمنتخب السوري، ليس فقط على مستوى الهجومي ولكن أيضا على مستوى إراحة أو تخفيف الضغط على خط الدفاع. الشوط الأول كان ممتاز بالنسبة للمنتخب السوري، لأنه تقريبا أغلق كل المنافذ المؤدية إلى الحارس المتميز إلياس هدايا، وحتى المحاولات اللي قام بها المنتخب المغربي لم ترتقي إلى درجة الفرص الخطيرة. بمعنى أن المنتخب السوري من خلال الوقفة الدفاعية والتنظيم الدفاعي اللي قام به عرف كيف أنه لا يترك المساحات أمام أسود الأطلس. لذلك كان في إشكال هناك في اللمسة الأخيرة واللمسة قبل الأخيرة بالنسبة لهجوم المنتخب المغربي، والسبب واضح، أو خلينا نقول والنتيجة كانت واضحة، هي عدم وصول كرات حية لخط هجوم المنتخب المغربي، وخاصة للاعب وليد أزارو قلب الهجوم اللي اضطر أنه يخرج من مناطقه في كثير من المرات. وهنا ظهر وليد أزارو بضعف كبير وبوجه شاحب، لأنه كل ما يبعد على الصندوق كل ما يكون مستواه مهزوز. وليد أزارو النجم السابق للفريق الأهلي المصري قوته لما يكون داخل الصندوق، وصورة الهدف اللي سجله في الدقيقة 79 تؤكد كلامي. لكن ما الذي حصل في الشوط الثاني؟ شخصيا كنت أنتظر أنه المنتخب السوري يحاول يخرج من مناطقه، ولكن
المنتخب المغربي بفضل الفنيات وبفضل السرعة والمهارات والتبادل السريع للكرة قدر أنه يفرض نسق على المنتخب المغربي، المنتخب السوري، وأصبحت الكرة تصل أكثر حية لهجوم المنتخب المغربي. وأكبر دليل لو انتهت المباراة 0-0 وبحثنا مين هو نجم المباراة، حتما سيكون الحارس إلياس هدايا، لأنه إلياس هدايا كان متميز ورائع جدا، على الأقل في 3 فرص مؤكدة للمنتخب المغربي. هنا يأتي خطأ المدرب خوسيلانا اللي تأخر في التغييرات، وخاصة في تغيير اللاعب عمر خريبين. صحيح اللاعب يعاني من إصابة، ولكن يعني دخوله بعد الهدف مباشرة يخلي لهنا عدة نقاط استفهام. ثم خاصة وأنه الريتم أصبح عالي وعنيف، والضغط أصبح قوي على المنتخب دفاع المنتخب السوري، وإذا سيواصل بذلك النسق فأكيد أن الأخطاء ستأتي، لأنه ما كان ينقص المنتخب السوري لاعب مثل عمر خريبين في الخط الأمامي. قلت ليس فقط للقيام بدوره الهجومي وإنما لتخفيف الضغط، يعني لاعب اللي عنده قدرة على الاستحواذ على الكرة بفنياته وبمهاراته، يبحث على مخالفات حتى يكسر الريتم متاع المباراة، حتى يكسر ذلك النسق الرهيب. الياس هدايا هو الوحيد المخول له أنه يقوم بهذا الشغل، وقام به في مرة لما اشتد عنف الهجمات المغربية على الدفاع السوري. قام يعني ادعى الياس هدايا الإصابة وحتى يدخل المسعفين، وهكذا ينزل في الريتم شوية. فكان ضروري جدا دخول لاعب حركي فني عنده قدرة على الاستحواذ على الكرة أكثر وقت ممكن، عنده قدرة أنه يجيب لك مخالفات حتى يصعد الدفاع ويتنفس شوية من هذا الضغط الرهيب. لكن خوسيلانا كان يراقب الأمور، وكان واضح وكأنه طامع في المرور للحصص الإضافية، رغم أنه الكرة بدأت تصل حية لمهاجمين المنتخب المغربي أكثر من الشوط الأول، وداخل مناطق داخل صندوق المنتخب السوري، إلى أن جاء الخطأ. عندها تحرك خوسيلانا، لذلك هذا هو تقريبا الخطأ اللي أعتقد أنه خطأ تكتيكي بامتياز قام به خوسيلانا، وهو التأخير في التغييرات، لأنه كانت في بوادر أنه الهدف قادم لا محالة، لأنه مهما كانت قدرة المنتخب السوري على الصمود فأكيد عندها حدود، فكان لازم أنه يأتي لاعب يخفف هذا الضغط شوية حتى يتمكن الدفاع السوري من أنه يتنفس شوية ويرتاح شوية من هذا الضغط، لأنه صراحة كان ضغط رهيب ورهيب جدا. نقطة التحول بالنسبة للمنتخب المغربي، لأنه تقريبا بعد الهدف لن أتحدث كثيرا عن المنتخب السوري، جاءت التغييرات، ولكنها التغييرات كانت حسب رأيي متأخرة، 3 تغييرات في الدقيقة 82، يعني مع دفاع ممتاز ومنظم مثل المنتخب المغربي، وقدرة كبيرة على كل ما يمتلك المنتخب المغربي الكرة، عنده قدرة على مجاراة يعني الريتم المباراة والتحكم فيها. حاول المنتخب السوري، ولكن المحاولات كلها كانت فاشلة نظرا لضيق الوقت، وأيضا نظرا لقيمة المنافس على المستوى الدفاعي، لأنه رأينا أنه في الثلاث مباريات الأولى في دور المجموعات المنتخب المغربي لم يقبل إلا هدف واحد، وهذا يؤكد قيمة العمل الكبير اللي يقوم به المدرب طارق سكتيوي على المستوى الدفاعي وأيضا على المستوى الهجومي. وما دام تحدثنا عن طارق السكتيوي، فما الذي تغير بين المنتخب المغربي اللي لعب الشوط الأول واللي لعب الشوط الثاني؟ في الشوط الأول الكرة كانت تقريبا اللعبة كانت محصورة على الأطراف المنتخب السوري، وهنا تحدث على الدور الكبير اللي يقوم به محمود الأسود ومحمد الصلخدي في التغطية على الأطراف. لكن هنا
سيمون واللاعب زميله في وسط الميدان، وأيضا حتى محمود المواس، أغلقوا عمق الميدان بشكل كبير، وأجبر المنتخب السوري المغربي أنه يلعب على الأطراف مع القيام بالتغطية اللازمة من اللاعبين الصلخدي وأيضا الأسود. هنا أجبر كثيرا اللاعب وليد أزارو على الخروج من الصندوق، فخف الضغط على ثنائي الدفاع أحمد فقة وعبد الرزاق. لما يخف الضغط على المدافعين الاثنين تصبح هنالك أريحية في التعامل مع أي كرة ستأتي. لذلك كانت محاولات الزحزوح والبركاوي كلها فاشلة، وهذا ما أجبر أن المنتخب المغربي أصبح يبحث تقريبا على التسديدات من بعيد، لأنه وليد أزارو في الشوط الأول لم يعطي العمق الهجومي اللازم للمنتخب المغربي. لما عاد وليد أزارو لمكانه الطبيعي وأصبح تقريبا يتمركز بين المدافعين فقة وعبد الرزاق، أصبح المنتخب المغربي عنده إمكانية أنه يلقى العمق الهجومي اللازم، وهذا ما سهل عليه عملية الوصول أكثر، وفرض رتم عالي وتبادل سريع للكرات، أصبحت فيه حيوية أكثر بالنسبة للمنتخب السوري. مع التراجع البدني الحاصل على بعض لاعبي المنتخب السوري، وتقريبا في لاعبين أصبح خارج الخدمة، يعقوب وأيضا سيمون ومحمود المواس، ولهنا كان المفروض أنه المدرب يقوم بالتغييرات. وحتى اللاعب سيمون ربما المدرب خرجه خوفا من الورقة الحمراء بعد حصوله على انذار. لما تحركت الآلية الهجومية المغربية وأصبح يجد عمق هجومي لازم، توجدت كرات، أصبحت ما فيش مشاكل في التمريرة قبل الأخيرة والتمريرة الحاسمة، بل أصبحت في إشكال فقط في إنهاء الهجمة. وطبعا هذا الإشكال كان بسبب تألق الحارس الكبير والمتميز ومفاجأة هذه الدورة الياس هدايا، اللي كان كما قلت لولا الهدف المسجل سيكون هو رجل المباراة. هذا هو تقريبا عموما سبب خروج المنتخب السوري. لم يتحمل كثيرا الضغط، تحمل الضغط لمدة تقريبا 80 دقيقة 79-80 دقيقة. كان ضروري أنه يتم تغيير في لحظة معينة على المستوى الهجومي، دخول بعض اللاعبين مثل خاصة عمر خريبين كان ربما سيكون له أثر إيجابي. عموما مبروك المنتخب المغربي، ترشح وتأهل مستحق عن جدارة، نظير ما قدمه من مستوى في الدور الأول، وأيضا ما قدمه في هذه المباراة، وأيضا نظير ما تقوم به الجامعة الملكية المغربية من شغل على مدى سنوات طويلة بقيادة فوزي اللقجع. بالنسبة للمنتخب السوري، وسأتحدث عن المشروع الفني السوري في حلقة قادمة إن شاء الله، مشروع فني متميز، لأنه هذه البطولة العربية إن شاء الله ستشهد على ميلاد منتخب كبير اسمه منتخب سوريا، منتخب نسور قاسيون. نلتقي في حصة لاحقة بإذن الله للحديث على مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني، اللي ما زالوا إلى حد هذه اللحظة متعادلين 0-0. نلقاكم بإذن الله في حصة لاحقة بإذن الله. تصبحون على خير.